او صباح الخير حسب وقت الفيديو اللي انت بتسمعني فيه. لو بتسمع الفيديو ده فانت المفروض ان انت دلوقتي سمعت الفيديوهين اللي فاتوا اللي كنت بتكلم لك فيهم عن الانهيرتنس وقسمناهم على جزئين. النهارده ان شاء الله جاي اكلمك عن الابستراكت كلاس. الابستراكت كلاس وظيفته ان انت بتجبر باقي الكلاسات اللي بعد كده ان هم يستخدموا فانكشن معينة اجباري تعملها وهي بتتخزن. تمام. انت ممكن تعمل نفس الكلام ده بالكلاس عادي اللي هو البيرنت، وبعد كده باقي الكلاسات بتورث من نفس الكلاس ده. بس هي الفكرة ان هو كلوجيك وتفكير منطقي غلط. تمام. وكلين كود برضو غلط. ف لازم تطور من نفسك ولازم تركز في النقط الصغيرة دي علشان بعد كده اي سوفت وير انجينير يجي يشتغل بعدك على المشروع يكون سهل ليه ان هو بيطوره، او على الاقل لما تيجي تسأل في اي انترفيو تكون عارف الفرق ما بين الابستراكت كلاس والمبادئ الانهيرتنس العادية. تمام. طيب دلوقتي الابستراكت كلاس انا عملت فيه فيربل باسم دبل اريا. تمام. رحت قلت له والله ان انت عندك كلاس تاني اسمه سيركل بيكستند من الشيب ده، وعملت فيه فيربل باسم الراديوس، وعملت الكونستراكتور بتاعي، وبعديها الاوفر رايد زي ما علمتك في الفيديو اللي فات، وقلت ان الدبل اريا دي اللي هي المساحة اللي احنا لازم قلت لك اللي هي الابستراكت كلاس ده لازم يبعت حاجة جواه باقي الكلاسات كلها تستخدمها. تمام. فقلت له والله ان هو بيساوي 3 في الراديوس مرتين. طيب قبل ما اكمل اشرح لك مثال سهل جدا وهقولك ان انت ازاي تقدر تستخدم الابستراكت كلاس ده معاك في البروجكتات اللي قدام. انت دلوقتي عندك تطبيق ايا يكن، المهم ان هو فيه ديليفري. تمام. وجه اليوزر عايز في عملية البيمنت، فهو عنده 3 حلول: يدفع كاش، يدفع لما الدليفري يجيله، يا اما اصلا هو مش عايز الدليفري يجيله وهو قالك انا اروح استلمه من المطعم. ساعتها الابستراكت كلاس هيكون احسن حل ليك. تمام. بس وبعديها عملت كلاس تاني باسم تاني واديته برضو قيمتين فاريبلين باسماء مختلفة، وعملت قلت له والله ان الويدث في الهايت وهكذا. طيب هتيجي تقول لي طب انا ازاي اعرف قيمة كل كلاس وانت قلت لي ان اصلا الابستراكت كلاس نفسه انا مش هعرف اعمل منه اوبجكت، بس تعرف تعمل منه ليست، والليست دي بناء عليه تقدر تستخدم باقي الكلاسات التانية وتدي لهم قيم، وبناء عليه لما تعوز تعرف كل قيمة ايه ساعتها الحل المناسب فور لوب، وهكذا. تعال نشوف مع بعض ان انا جيت هنا قلت له عندك ليست شيب. تمام. فجيت قلت له اول حاجة كلاس عندك بيساوي مثلا 10، تاني كلاس 2 مثلا 3، وتالت كلاس اسف احنا ماشي تمام، وتالت كلاس قلنا مثلا 10 وهنا 20. تمام. وجيت هنا تجي اعمل فور لوب عشان اعرف قيمة كل واحد. تيجي اعمل برنت وقلت له والله ان الاريا مساحة كل واحد هتساوي، او خليها كده احسن، وقمت جاي اعمل دولار ساين وقمت جاي اعمل كده، وقلت له والله ان الشيب اللي انا عملته دلوقتي لسه معرفه فوق دوت الاريا دوت تو از فيكسد. ايه از فيكسد دي؟ ان انت بتقول له والله لو الارقام جايلك ارقام عشرية كتير انا عايز اول رقم من الارقام العشرية بس. تعال نشوف مع بعض كده مثلا. فقالك ان هو اول كلاس عندك اللي هو السيركل ب300، والتاني ب3، والتالت ب200. تمام. طيب دلوقتي انت لو تلاحظ هو هتلاقيه جايب لك واحد بس، يعني رقم 10 واحد بس، مع ان الدبل بيكتب لك بعد 2. يعني انت مثلا لو جيت عملت هنا كده خدت بالك. طيب لو جينا اصلا عملناها صفر فبت هو طلع لك رقم صحيح انتجر عادي جدا مفهوش اي مشكلة. تمام. وده كان فيديو النهاردة. لو وصلت لهنا متنساش تشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفني، ولو انت متابعني من زمان متنساش تعمل لي لايك، تكتب لي في الكومنتات ايه اللي وقف معاك او ايه الصعب معاك، وانا ان شاء الله
اشرحه لك بسهولة. سلام.